صباح الخير. ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة الشاورما بطريقة مختلفة. احنا عملناها قبل كده، بس النوبادي احنا هنعملها بطريقة السيخ زي بتاعت بره كده، وطبعا حاجة انت عاملاها في بيتك ونظيفة. هنعملها دلوقتي مع بعض. تعمليها بقى بالعيش التورتيلا، بالعيش الكايزر. هنقول مع بعض دلوقتي المكونات، وهحط المقادير في صندوق الوصف. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا فايزة عبد الله. هنبدأ دلوقتي مع بعض. معانا الصدور البانيه، بس أنا مخليه بتاع الفراخ عامل لي الصدور سليمة، وأنا قطعتها. الصدر عملته بحيث إن هي تبقى قطعة واحدة عريضة. هو ممكن يقطعها لك زي ما انت عايزة، اوكي. وانتي ممكن زي ما انا يعني بقطع كده الطريقة دي، بحيث ان انتي تخلي الصدر يبقى مساحته كبيرة شوية، علشان لما يتحط في السيخ تقدري ان انتي يبقى فيه مساحة ان انتي تقدري تقطعيه، اوكي. وهنحط برضو معاه من الوراك الشيش، بحيث ان هي تدي فيها نسبة من الدهون شوية، لان الصدور بتبقى ناشفة شوية. وبعدين ممكن لو في عندك حتة من الدهن، بحيث ان هي بتدي طعم وريحة، وبتدي ليونة للشاورما. طبعا شايفين انا بقطعها ازاي. لو هو الصدر عريض شوية، نبدأ نقول التوابل بتاعتنا. معانا كوباية زبادي، معانا 3 معالق من المستردة أو ربع كوباية. معانا عصير البرتقال. عصير البرتقال بيدي مزازة وبيدي طعم حلو قوي، وبرضو بيضيع لو في أي زفارة. معانا بشر برتقانة. معانا عصير ليمون. طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها حسب كمية الفراخ. معانا الملح، حطينا الملح. حطينا بصل بودر، حطيت توم بودر، حطيت فلفل اسود، حطيت كده البابريكا، حطيت الجنزبيل. لو عندك يعني الخلطة بتاعت الفراخ اللي هي الجاهزة، ممكن برضو تحطيها. هنقلب كده المكونات مع بعض. انا عامله فيه اللي هو الدبس الرمان. عندي هو الحقيقه بيدي مزازه وطعمه حلو قوي، فلو متوفر عندك ممكن تحطي منه برضو قد ربع كوبايه، او تحطي معلقتين على قد الكميه برضو بتاعه الفراخ. هحط كده الفراخ زي ما احنا شايفين كده. الصدور هحطها في الخلطه بتاعه او التتبيله يعني، وهحط كده كويس كل الكمية، وهغطيها بالبلاستيك راب، وهسيبها شوية، ممكن ساعتين، ممكن لو قبليها بيوم مفيش مشكلة. بس هحط كده في الخليط كويس. غطيتها كده وهشيلها بقى شوية لغاية لما اجهز الحاجة بتاعة الشيش. انا هبلهم في المية علشان ما يتحرقوش من الفرن. معايا برام صغير او علبة او اي حاجة متوفرة عندك. هحط فيها وحدتين من البطاطس يكونوا مغسولين، وهحط فيهم السيخ الخشب بالشكل ده. هغرزهم كده فيها. ممكن تحطي البصل، ممكن تحطي البطاطس، ممكن تحطي بصل زي ما شايفين كده. هجيب كل شريحة من الصدور، هروح مغرزاها كده في الخشب، في الستيكس الخشب. هلمها كده بحيث ان انتي تحطي واحدة من الاتجاه ده، وتحطي واحدة عكسها زي ما احنا شايفين كده. وهحط في النص اللي هما الوراك اللي هما الشيش. شايفين انا بعملها ازاي، بدخلها ازاي. اخلي واحدة تانية عكس الاتجاه. انا هشيل اللي هي الستيكس اللي هي معاكسة دي
شوية هشيلها بحيث ان هي يعني في 4 خلاص هم كويسين او ال3. انتي وانتي بتعمليها تحاولي ان انتي تلمي الستيكس عشان ما تبقاش مفتوحة، وفي نفس الوقت لو لميتيها قوي هتبقى من جوه اللحم مش هيبقى مستوي. وبعدين هحط فيه عندي جزء كده من الدهون هحطها، وبعدين في الاخر هتمسكيها كده ببصل او بطماطم في كل واحدة خشبة تحطي فيها واحدة من الطماطم. وبعدين معايا البطاطس، 2 حبة بطاطس هقطعهم، معانا بصل، معانا طماطم هحطهم في الصينية بالشكل ده. وبعدين هغطي السيخ الخشب، هغطيه بالورق الزبدة الأول، وبعدين هغطيه بالورق الفويل. بس هي الجزء ده مجاش الحقيقة، هحطه بقى بالشكل ده كده. الأول هحط شوية مية على الخضار عشان ما ينشفش في الصينية، وبعدين هحطها. هتاخد حوالي زي ساعة أو حسب برضو كمية الفراخ بتاعتك. وبعدين هسيبها نص ساعة الأول، وبعدين أشيل الورق الفويل وورق الزبدة وأسيبها تكمل تسويتها علشان يتحمر الوش بتاعها. أنا كده طلعتها من الفرن. هي طبعا كانت سخنة قوي، بس أنا شلتها حطيتها في الطبق عشان أملك إن أنا أقطعها. هقطعها كده بالشكل ده من كل جنب شوية، اخد اللي على الوش. اللي جوه طبعا هو يعني واضح ان هو مش مستوي قوي. فانا عملت ايه بعد ما انا اخدت الفراخ اللي على الوش بالشكل دون، تكون سكينة حامية طبعا. فرحت واخدة بقية الكمية حطيتها زي ما هي كده في الفرن برضو تكمل التسوية بتاعتها. وفي الصوص بتاعها بقيت امسحه كده بالفرشة، وحط عليها زيت برضو انا بمسحه بالفرشة. شايفين بالشكل ده. هجهز بقى العيش ومعايا التومية. بس انا الاول الجزء دون انا ما قلتهوش الحقيقة. حطيت عليها حبة زيت، ورحت حطاها قد 10 دقايق كده على البوتاجاز، وحطيت لها فحمة وغطيتها. الريحة بتاعتها حلوة قوي، والخلطة بتاعتها والتتبيلة. هنبدأ دلوقتي. معانا أنا عندي التومية، هبقى أقول لكم بعد كده هنعمل برضو فيديو للتومية، بس أنا كنت مجهزاها الحقيقة وعاملة الصوص برضو التاني، بحيث ان اللي مش عايز تومية او عندي فيه ما بيحبوش التومية، فعاملة الصوص اللي هو بتاع المايونيز والمسترد والكاتشب. ومعانا العيش بقى اللي هو التورتيلا، ومعانا العيش الكايزر، وفي البطاطس برضو انا محمراها. طبعا عشان ما اطولش الفيديو ما حبيتش ان انا اعمل كل دون. معانا كده زي ما شايفين العيش التورتيلا هدهنه بالتومية علشان يدي طعم ويثبت فيه طبعا البطاطس والشاورما. حطيت جزء من البطاطس وعليه الشاورما، عليه الخيار المخلل، وعليه الجبن الموزاريلا. وهقفل كده وهحطه على الجريلا او في الطاسة. هعمل كده تاني سندوتشات تاني، سندوتش بالعيش الكايزر. هحط طبعا الخس، واحط عليه برضو نفس المكونات، واحط عليه كده شريحة من الجبنة. شايفين بالشكل ده. يبقى اللي حابب بالعيش الكايزر، او اللي حابب الساندوتش او اللي حابب بالعيش التورتيلا او العيش الصاج. برضو هنعمل واحد تاني بنفس الشكل. هنقفله كده لان العيش دون صغير شوية. هحطه برضو في الشواية. بصوا ده الشكل بتاعهم. يا ريت تجربوها بالطريقة دي الشاورما. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء.